السلام عليكم في كل مكان. التحية للطبيب السوداني في كل مكان. التحية للطبيب السوداني وهو يتسنم دور المجد. التحية للطبيب السوداني الذي خط بسيرته وبسريرته الناصعة البيضاء صفحة وكتابا للتاريخ في الطب وفي الأدب وفي العلم وفي الأخلاق، في كل مكان عمل فيه وفي كل بقعة زارها وارتضى. التحية له وقد تعلم من جيل الرواد وجيل الآباء أن مهنة الطب مهنة مقدسة. التحية له وقد أنتج ومزج بين مهنة الطب وأخلاق الطب وأخلاق السودانيين وشهامة السودانيين وكرم السودانيين. التحية له وهو يجد مكانه اللائق بين أقرانه في كافة الشعوب. التحية له وهو مكان احترام ومكان تقدير كبير جدا إقليميا وعالميا. التحية له وهو يحقق الإنجازات تلو الإنجازات. التحية له وهو محل تنافس بين الطواقم الطبية أيهم يظفر به. لماذا؟ لأنه طبيب متميز ببساطة شديدة، ولأنه طبيب متفرد تسلح بالأخلاق قبل العلم وتسلح بالأدب قبل الطب، لذلك جاء متفردا وجاء رائعا كروعة أهله وروعة شعبه. الطب عندنا كما تعلمناه التزام صارم تجاه المريض وتجاه المجتمع، لذلك تجد الطبيب السوداني يقوم في مستشفياتنا الحالية وفي مراكزنا الصحية يقوم بكل شيء تقريبا في المستشفى. لماذا؟ لأنه يعلم أن خدمة المريض هي غاية كل الغايات وتهون دونها الغايات كذلك. لذلك تجد الطبيب السوداني يقتطع من ماله ويقتطع من قوت أسرته ليقيل عثرة مريض له. وقمة سعادته وأقول كذلك وأنا على يقين وعلى ثقة كاملة أقول إن الطبيب السوداني لا شيء يسعده أكثر من أن يعالج مريضه بالشكل المهني والعلمي، ويتجاوز في أحيان كثيرة يتجاوز حدود المعقول رغم شح الإمكانيات، لكنه يقوم بكل شيء ممكن. الأطباء في بلدي ينتشرون الآن في حلفة، في كسلة، في بور السودان، في الخرطوم، في مدني، في كل بقعة من بقاع بلدي يقومون بكل شيء تقريبا تجاه مرضاهم في بيئة في معظم الأحيان قاسية جدا تكاد تنعدم فيها أولى الأولويات، لكنهم بصبرهم وسعة صدورهم ينجزون مهمتهم. والطبيب عندنا تعلمنا كذلك من جيل الرواد أن الطبيب ليس هو ذلك الذي يقف دوره عند المريض فقط، لكنه قائد اجتماعي ومصلح. وفصيل الأطباء هو فصيل متقدم جدا في العمل الوطني وفي الهم الوطني، لذلك جاءت مبادرتهم دائما تجاه وطنهم وتجاه مرضاهم جاءت رائعة جدا. وأنا أتكلم الآن عشرات بل مئات الجمعيات الطبية السودانية تقدم يد العون لمرضى سودانيين وتدرب في أمريكا، في أوروبا، في بريطانيا، في أستراليا، في كل مكان. حيثما حل السودانيون حلت جمعياتهم والتفوا حول قضايا وطنهم والتفوا حول قضايا مرضاهم. هذا العمل في معظم الأحيان يتم بشكل
فردي وبشكل جماعي وبكل شفافية وبكل رحاب الصدر دون ما سعي للأضواء. تجد الجمعيات الطبية السودانية لا هم لها غير أن تقدم الصحة وتقدم العلم وتقدم الخبرة التي اكتسبتها في بلاد المهاجر، تقدمها للمريض السوداني، وهمهم وحبهم أبدا المريض السوداني. هذه حقائق كبيرة جدا ينبغي أن نعلمها وأن يعلمها الشعب السوداني. هذا الشعب العظيم ينبغي أن يعلم أن الطبيب السوداني هو طبيب متميز. ينبغي عليه أن يعلم أن الذي أنجبه، أن هذا الطبيب الذي أنجبه هذا الشعب هو ابنه، وهو حريص على صحته، وهو حريص على أن يتلقى المريض حينما يزوره في المستشفى يتلقى كامل الرعاية وكامل العناية. لذلك جاءت كل هبات الأطباء لتحسين بيئة العمل، وبيئة العمل تعني المستشفيات وتعني خدمة متكاملة، خدمة مجانية كاملة ميسرة في معظم الأحيان. لا يحرم المريض أبدا من خدمة طبية يستحقها لعوزه، بل هي مسؤولية كبيرة ينبغي أن تتضافر كل الجهود وعلى رأسها الدولة. في الآونة الأخيرة برزت ظواهر شاذة جدا. يتكرر العنف دائما ضد الأطباء وهم في عملهم، وهم يؤدون دورهم ببسالة وشجاعة وتفان وإخلاص. يقومون بذلك بينما يتلقون اللطمات تلو اللطمات. وكنت أقول لأصحابي دائما أن هذه أحداث فردية معزولة ينبغي أن ننظر إليها كذلك، وأن هذا الشعب شعب عظيم يحترمكم ويوقركم، وأن هؤلاء الأفراد هم لا يزالون أفراد ولا يمثلون إلا أنفسهم. لكن هنالك أقلام حقيقة رخيصة، وأقلام كذلك لها غرض، تحاول دائما أن توقظ صدر الشعب السوداني ضد أطبائه. وطبعا هذه مسألة غاية في الخطورة وغاية في الحساسية حينما تتحول المستشفيات إلى دور للصراعات ودور للعنف ودور لتصفية الحسابات، وأن يتلقى فيها مقدم الخدمة يتلقى العنف ويتلقى السحل ويتلقى الألفاظ البذيئة ويتلقى ألوان من التنكيل غريبة عجيبة. لذلك علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، أن ننتبه إليه بشكل دقيق، وأن نعرفه بشكل دقيق، وأن نذهب إلى أس المشكلة. نحن في حاجة إلى حملات تنوير واسعة جدا يعلم فيها الشعب السوداني أن أطباءه يسهرون على راحته، وأن نفوت الفرصة كذلك على الذين يحاولون أن يفسدوا هذا الود الكبير بين الشعب السوداني وبين أطبائه وبين مستشفياته، الذي يطفح الآن في الأسافير غريب عجيب جدا. موجة تكاد تلتهم كل شيء، تكاد تقضي على الأخضر واليابس وتبني جدارا وفاصلا كبيرا جدا بين الأطباء وبين المجتمع. هذه رسالة ينبغي علينا أن نعلم أن هنالك مشكلة حقيقية، وأن هنالك قصور شديد وتردي مريع في الخدمات الصحية، لكن الطبيب هو في الغالب العام يكافح من أجل مرضاه. هذه المستشفيات التي نراها
هي مساكن الأطباء، المستشفيات التي لا يكاد أحد يزورها ل5 دقائق إلا يهم بالخروج مسرعا منها، هي المساكن وهي البيوت الطبيعية للأطباء، وهي البيئات التي يعملون فيها معظم وقتهم، ومعظمهم يعمل دون أجر، يعمل متطوعا، يعمل حبا للمهنة. لذلك علينا جميعا أن نفوت الفرصة على هذه الأقلام، وأن نحمي الطبيب. حماية الطبيب تعني حماية المريض، تعني حماية النظام الصحي بكامله، لأن الطبيب هو قائد العملية الصحية بالتعاون مع الآخرين في المجالات المختلفة، لكنه في معظم الأحيان هو الواجهة التي تتحمل، زي ما نقول في السودان، الواجهة التي الشارع القباحة يعني. فيلام دائما لأي تقصير، بالرغم من أنه هو الضحية الأولى لأي تقصير يحدث. أحداث مستشفى أم درمان ينبغي النظر إليها بعين فاحصة، ينبغي الوقوف عندها طويلا ومليا. حماية الأطباء هي حماية للمجتمع، هي حماية للمريض، هي ازدهار للخدمة، هي تطوير للمرافق، هي مسؤولية الدولة ومسؤولية القوانين التي تحمي الأطباء وتحمي كل من يعمل في أي حقل من حقول العمل. ينبغي أن ننظر إليها مليا، لا ينبغي أن ننجر إلى معارك أخرى، معارك تفسد ولا تصلح. علينا أن نتعرف على جذور المشكلة وأن نقوم بحلها، لأن الظاهرة صارت خطيرة جدا، وصارت مهددة، وصارت بيئة العمل طاردة جدا الآن. كل يخشى على نفسه، كل يخشى على نفسه من الأذى الذي قد يحل بك في أي لحظة، وفي ظل غياب الحماية الكافية والإدراك من الوهلة الأولى، الإدراك بأن هنالك مشكلة حقيقية ينبغي العمل من أجل حلها. أخيرا وليس آخرا، أحب أن أقول أنني طبيب سوداني، وأنني أتشرف بأنني طبيب سوداني، وأنني أنتمي إلى هذه القبيلة الكبيرة، القبيلة المجيدة، قبيلة الأطباء السودانيين الشرفاء في كل مكان. شكرا جزيلا.